السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل الزبادي، وازاي نعرف ان هي تبقى متماسكه كده وحلوه ازاي من غير مكنه ولا من غير فرن ولا اي حاجه من الكلام ده كله. سهله جدا الطريقه. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو لسه ما اشتركتوش في قناتي يا ريت تشتركوا. اول حاجه جبت كيلو لبن ودفيته كده، بعد ما غلي سبته يدفى خالص كده لحد ما وصل كده دمعه العين كده. وخدت زبادي، طبعا ده زبادي شركات، لازم تبقى زبادي شركات تبقى افضل، هتطلع النتيجه كويسه. وضربتها زي ما انتم شايفين كده بالمعلقه سريعا كده اهو. فضلت اضرب فيها لحد ما وصلتها لان هي تكون كريميه كده اهو، وحطيتها على كيلو اللبن وفضلت اقلب لحد ما داب كويس جدا. جبت الكوبايات بتاعتي وابتديت ان انا اصب واحده واحده الكوبايات زي ما انتوا شايفين كده. وجبت صينية تبقى حلوة كده ينفع ان انا احط فيها مية، آه، علشان مية ما تدلقش منها. بصوا حطيتها زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى السر الفظيع ده، ان انا حطيت ورق استرتش زي ما انتوا شايفين كده، حطيته بعد ما عبيت كل الكوبايات، حطيت الاسترتش عليها، خليتها ان هي تبقى متماسكة جدا في الصينية بتاعتي. وبعد كده حطيت مية سخنة بتغلي. بصوا، ولا فرن بقى ولا اي حاجة من الحاجات دي، بس هي شوية مية سخنين على قد ما هي توصل نص الكوباية كده اللي احنا حاطينها، ونغطي بالاسترتش كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. بس ولا تعملي اي حاجة تانية، بس وتغطيها كويس جدا وتخلي الاسترتش يبقى متماسك في الصينية، ما يبقاش في بخار مية ما يطلعش. وغطيتها. بصوا بقى بين بالليل لتاني يوم الصبح، بصوا بقت متماسكة وبقت حلوة ازاي. بصوا تحفة. بصوا، بس كده هحطها بعد كده في التلاجة. وبصوا بقى طالعة روعة، ولا فرنة بقى ولا اي حاجة من الحاجات دي. يلا جربوها وادعولي. يلا ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة ولايك وشير. باي، استنوني في فيديو جديد ان شاء الله.